من جماليات الجزائر نحط بكم الرحال اليوم بولاية تلمسان حتى نتعرف على اللباس التقليدي الأصيل والذي يسمى بالشدة التلمسانية. هي من الألبسة التقليدية الجزائرية الأكثر شهرة في الغرب الجزائري، وترتديه العروس أثناء خروجها من بيت عائلتها، ويعود أصله الحقيقي إلى ولاية مستغانم، ويتسع هذا اللباس لكل المناطق الغربية. ويتكون هذا اللباس من 6 قطع، أولهما البلوزة، هي عبارة عن فستان حريري مطرز بخيط مغلف بالذهب أو الفضة، ويطلق عليه اسم الفتلة. ويوضع فوق البلوزة ثوب آخر مطرز بخيوط ذهبية وتسمى بالسترة، ويرصع